ده تمثال الملك اخناتون، او اسمه الحقيقي اللي هو امنحتب. ايوه. نفس الشفايف والحاجات دي. طبعا هو هنا نوت تاتش يا جماعه. ده الملك اخناتون، او الملك اللي هو امنحتب الرابع، ابن الملك امنحتب الثالث. الراجل ده صاحب الثوره الدينيه اللي حصلت. هو بالظبط ده اخناتون. هو كان حابب يعمل حاجه غريبه قوي. مصر القديمه كلها كانت بتعبد اله اسمه ايمن رع، امون رع. امون رع ده كان هو ال الاله اللي في مصر الاول والاخير، الكل بيعبده. طبعا في مقدسين كتير تحت الاله رع، بس رع هو احنا مش الاساس. عايزين تذاكر تاني، حط اخناتون جيبك لما خلاص. حط الفرد ظهر جيبك. عايز حط يلغي جيبك خلاص. الهه اه مش عايز. امون رع، ويوجه ال ال الدفه الدينيه لناحيه اسمها اتوم. اتوم ده الاله اتوم اللي هو برضه اله برضه موجود في الحضاره المصريه، اقدم من امون را، لان هو ده اللي في التسوع، ده اول واحد في التسوع. فكان عايز يلغي كل الالهه ويركز الناس كلها على عباده آه، اتوم، ويلغي امون را. وحصل ثوره دينيه كبيره، وحصل حاجه شبه حرب، وحصل ان هو كان ناقص يقتل الكهنه بتوع معابد امون رع، وعلشان يخلي اتوم هو اللي موجود في الصوره، ويتم عبادته هو فقط. طبعا الناس كتير قالت هو ده التوحيد، توحيد الديانه. على فكره التوحيد اصلا موجود في المصريين القدماء من قبل اخناتون. يعني المصريين القدماء عارفين الاله، وعارفين ان في خالق، وعارفين ان في صلاه، وعارفين ان في عباده، من غير ما حد يقول لهم ان في اتوم وفي امون رع. بس هم عندهم امون رع ده زي احنا عندنا كده مثلا الله سبحانه وتعالى، هم عندهم امون رع. هي نفس الفكره ونفس الديانه بس بشكل مختلف.